عمرك شفت المنظر ده قبل كده؟ دي اول اشاره ان جسمك فيه مشكله. لو لقيت رغوه في البول، هو ده طبيعي ولا دي اول اشاره بتقول ان الكليه فيها مشكله؟ معظم الناس بتشوف الرغوه وتقول عادي، يمكن اندفاع بول او جاي شربت ميه قليله، لكن في فرق مرعب بين رغوه بتختفي بعد ثواني ورغوه كتيره تفضل موجوده بشكل متكرر كل يوم، لان هنا جسمك بيخسر حاجه المفروض اصلا ما تخرجش منه، وهي البروتين. يبدا البروتين ده ينزل في البول، وده اسمه البروتينيوريا، لان الطبيعي ان الكليه بتشتغل كفلتر ذكي بيمنع البروتين انه يهرب منها، لكن لو الفلتر ده بدا يفشل في مهمته، البروتين يبدا ينزل في البول ويعمل الرغوه الكثيفه اللي ناس كتير بتستهين بيها، وده في بعض الحالات بيكون بدايه امراض اخطر زي النفروتيك سندروم او امراض الجلومراي اللي هي وحدات الترشيح الدقيقه داخل الكليه. طب هو كل رغوه معناها نفس المشكله؟ هقول لك لا، وخصوصا في مناطق بيكون فيها طفيليات مشهوره. الدكاتره ساعتها بتفكر في حاجه اسمها الكيلوري، يعني تسرب سائل لمفاوي للبول بسبب اتصال غير طبيعي بين الجهاز الليمفاوي والمسالك البوليه. طب في اسباب تانية ممكن تعمل الرغوه دي؟ في اسباب كتير جدا زي الجفاف والسكر والتهابات البول، واحيانا اسباب نادره جدا. طب ايه اللي بيفرق بين كل الاسباب دي؟ التحاليل يا سيدي الفاضل اللي هي اللي ممكن تطمنك، زي تحليل البول، وده بنبص فيه على البروتين والسكر والصديد والكثافه وكمان القصد. وتحاليل تانية زي وظائف الكلى، الكرياتينين واليوريا والاي جي اف ار. وهنا ممكن اغششك واقول لك ازاي تعمل تحليل الجي اف ار ده في البيت، هسيب لك لينك الفيديو في اول كومنت. ولو الموضوع مستدعي بنعمل تحليل البروتين على كرياتينين ريشيو او تجميع البروتين في البول 24 ساعه. الخلاصه الرغوه المستمره مش حاجه تتساب وتتفسر بانها التهاب بسيط، خصوصا لو معاها تورم او ضغط عالي او تعب او لون البول بدا يتغير عن الطبيعي، لان ساعات ابسط علامه في الحمام بتكون اول انذار ان الكليه بدات تتعب. وهنا لازمك زياره لدكتورك عشان تطمن على صحتك. سلام.